في حكايات لما بتتقال بتحس كأنها طلعت من كتاب خيال، بس اللي حصل ده لا خيال ولا وهم. دي حكاية حقيقية، حكاية ست كانت عايشة وسطينا وفجأة اختفت. لو أول مرة تشوف معايا القناة دي، أنا بقدم لك هنا قصص رعب حقيقية وغريبة حصلت مع ناس عاديين زينا كده. لو بتحب النوع ده من القصص ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، وخلينا نبدأ. في قرية صغيرة في جنوب الصعيد كان فيه ست اسمها نعمة. كانت معروفة في البلد كلها بطيبتها وهدوءها. جوزها كان مات من سنين، وسابت المدينة ورجعت تعيش في بيت أهلها القديم على أطراف البلد، في بيت قديم جدا مهجور من سنين طويلة، مبني من الطوب اللبن، حوالينه زرع ناشف من قلة الاستعنى بيه، وسور نصه كان مكسور. بس الناس كانت بتهمس من ورا ظهرها، كانوا بيقولوا إن البيت ده مش نضيف من ساعة ما سابته وهو مهجور، وأي حد يحاول يقرب منه كان بيحصل له حاجات غريبة جدا. نعمة ما كانتش بتؤمن بالكلام ده خالص، كانت شايفاه خرافات، كلام ناس فاضية، لحد ما بدأت الحاجات الغريبة تحصل. أولها كان في ليلة شتوية برد، وهي نايمة حست بخطوات فوق السقف، صوت تقيل كان بيمشي برجل تقيلة فوق أوضتها. قامت مفزوعة، لبست جلبيتها وطلعت تشوف، بس ما كانش فيه أي حد خالص ولا أي حاجة، ولا حتى الطين على السقف يدل إن كان في حد هنا وكان ماشي في المكان ده. ومن هنا كل يوم بقى يجي بقى كان أغرب من اللي قبله. الأطباق كانت بتتحرك لوحدها كأن حد بيلمها، باب الأوضة كان بيفتح ويقفل لوحده. وفي يوم وهي بتصلي سمعت حد بيضحك وراها، ضحكة مكسرة كأنها طالعة من بطن الأرض. بس اللي حصل في اليوم الأربع كانت بداية النهاية. يوم الأربع كان يوم غريب جدا، يوم غريب من أوله. الشمس ما طلعتش في اليوم ده، السمك كانت مغيمة كأنها مخبية سر تقيل قوي. نعمة صحيت الصبح لقت الباب مفتوح، وهي متأكدة إن هي كانت قافلة الباب ده قبل ما تنام. الأرض قدام الباب كان عليها آثار رجلين، مش رجلين ستات ولا رجلين رجالة، دي كانت آثار شبه رجلين الطفل، لكن له صباع طويلة، صباع رجل طويلة جدا. وقفت تبص على الآثار ومشيت ورا الآثار دي. الآثار كانت بتتجه ناحية الزريبة اللي ورا البيت، لكنها كانت بتختفي فجأة، زي ما يكون كده جه عند مكان معين ويكون طار من المكان ده، مفيش أي أثر. في نفس اليوم ده راحت السوق تجيب شوية حاجات، وهي هناك الستات في السوق بصولها وقالوا بصوت واطي: ارجعي يا نعمة، البيت ده ما بقاش ليكي، اللي فيه مش بشر. لكنها ما ردتش، ووشها بقى أصفر قوي من الخوف والرعب، كأنها كانت بتحاول تقنع نفسها إنهم بيتوهموا، أو يمكن هي اللي بقت بتتوهم. رجعت البيت قبل المغرب بشوية، وكانت الدنيا ساكتة، ساكتة بطريقة غريبة وعجيبة، طريقة مش طبيعية. مفيش عصافير، صوت العصافير اختفى، ولا كان في صوت رياح مع إننا في الشتاء. حتى الكلاب اللي كانت بتعوي كل ليلة كانت ساكتة. دخلت الأوضة، والأول مرة شافت خيال واقف في آخر الركن، طويل أسود ملوش ملامح، بس كان باصص لها. صرخت لكن صوتها ما طلعش، حست كأن في حاجة ماسكة حلقها. وشها قلب أبيض، مفيش فيه دم خالص. وقعت على الأرض. صحيت بعد كده بكام ساعة، لقيت نفسها مرمية على السرير، بس مش سريرها، كانت أوضة غريبة قوي. أوضة كلها كانت سودة، الحيطان فيها مكتوب عليها بالرموز بالعربي مقلوبة،
السقف فيه عيون بتتحرك. حاولت تقوم، لقت رجليها مشلولة، وكل شوية كانت تسمع صوت طفل بيضحك، بس كل ما تقرب منه يختفي. وفجأة ظهر قدامها شيخ عجوز لابس جلباب اسود وماسك عصاية من خشب. العصاية كان متاكل منها جزء. قال لها: انت دخلتي أرض مش ليكي، البيت ده بقى لينا، وانت لازم تختفي. صرخت وقالت له: سيبني في حالي. رد عليها: ما انتش لوحدك، من سنين كنا سايبينك، بس انت رجعتي برجليكي، ورجوعك ده كان نداء لينا. وهنا سمعت أصوات أبواب بتفتح وتقفل لوحدها، وصوت سلاسل بتتجرجر على الأرض. وفجأة ظهروا حواليها كائنات كانت شبه البشر، بس عيونهم كلها سودة، وإيديهم طويلة بيقربوا منها ببطء، وهي بتبكي وبتقول: يا رب، يا رب نجيني. بس في اللحظة دي اتقطع كل حاجة، زي ما يكون كده الزمن وقف. من بعدها محدش شاف نعمة خالص. الجيران لقوا الباب مفتوح والأوضة فاضية، هدومها وشبشبها وكل حاجتها كانوا مكانها، بس هي اختفت. بس الغريب إن كل يوم 4 بالليل الناس كانت بتسمع صوت حد بيعيط جوه البيت، وفيه اللي بيقول إنهم شافوا ست لابسة أبيض ماشية ورا الزرع وبتبص ناحية البيوت كأنها بتدور على حد ينقذها. والأغرب كمان إن كل حد بيقرب من البيت بيتغير، بيبقى صامت، عينه فيها رهبة، ولسانه كان بيتقل كأن اللي شافه جوه ما يتحكيش. لكن دايما بيقولوا في البلد: اللي ياخده الجن ما بيرجعش تاني. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ياريت تقولولي في التعليقات ايه رأيكم، والسلام عليكم.